كيحملوناش وما كيحملوش. إذن بعد القبض على الافارقه، واحد الافارقه من جنوب الصحراء تيزاول التجاره ديال المخدرات امام السوق النموذجي بالمدينه القديمه. تنشوفوا بان بعض الابناء ديال العمومه ديالو البلد ديالو رونوا المدينه القديمه هنا باب مراكش. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما بقيناش فهمنا هاد الناس اش بغاو، والله ما بغيناش فهمنا اش بغاو. يعني تيظنوا راسهم فوق القانون. مشاهد يندى لها الجبين. تنشوفوا بان وحده دخلت لهم البوس وتعرت لهم حدا البوس، بقات كما ولداتها امها. جاب الله واحد من الافارقه سترها، راهي لحد الان داخل المركز ديال الامن الوطني. وتا المعامله ديال رجال الشرطه تعاملوا معاهم يمكن بواحد شويه من الليونه. هذا اللي خلاهم يتمادوا في هذا الشيء ديالهم. يعني ما عرفناش هذا الشيء كيدير. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الحمد لله جات واحد التعزيزات امنيه من اجل الحد من هاد الصاره ديال هاد الافارقه اللي ما عرفناهمش واش طغاو في هاد البلاد. والله تطغاو هاد الافارقه في هاد البلاد. شكرا لكم متابعي جريده صوت العداله، ومازال حنا معكم في هاد البث. إذا بعد حضور التعزيزات الأمنية تنشوفوا بأن رجال الأمن الوطني مشكورين من هذا المنبر تيبداو تيشدوا في هذوك الأفارقة اللي دايرين الشغب، تيدخلوهم هنا للمركز ديال الشرطة. لأن الحمد لله تعزيزات اللي كانت جات حدات من هذاك الفوضى اللي كانوا داروا هذوك الافارقه. يعني كانوا التجؤوا حتى للعنف ضد رجال الامن، وهذا اللي خلى بعض رجال الامن يشدوا شي وحدين فيهم.